أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل في هذا اللقاء الخاص والاستثنائي بمعية الدكتور حميد شيباني أمين سر الاتحاد اليمني لكرة القدم، والحديث بشفافية مطلقة بعد سنين طوال من ما قدمه لكرة القدم اليمنية. دكتور حميد، نكسات كثيرة تتوالى لكرة القدم اليمنية خلال ال20 عام الأخيرة، وخصوصا لدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم. شوف أخي، الكرة تطورت في العالم كله، وإحنا في منطقة غرب آسيا أغنى دول العالم فيها، وظهر هذا التطور. وبدون دوري قوي، بدون بنية تحتية قوية، لا يمكن تتوقع لمنتخبات قوية. فكانت الفكرة ذي، وأنا قدمت مشروع برنامج كامل لرئيس الاتحاد ولقيادة الاتحاد، وهم رفعوا للقيادة السياسية، وكانت في موافقة، وعملنا خليج 20 على أساس أنها بداية انطلاقة حقيقية، لأنه بدون منشآت، بدون ملاعب حديثة. احنا لما جينا الاتحاد وانت عارف انه كنا نلعب بالتراب، ما فيش كان حشيش، حتى حشيش صناعي ما فيش. وفرضنا في اللوائح، ما كانش يعرفوا العقود، ما كانش في حاجه اسمها احتراف، وما كانش فيها امور اخرى متعلقه يعني بتعرف. عملنا اشياء كثيره، وقد كنا ماشيين في السليم. وعملنا دورات، يعني دورات كم اهلنا كوادر، ما كانش في اليمن واحد معه اي. وعملنا دورة A، وعملنا دورة B، وعملنا دورة C، وجبنا تطويرية، وجبنا مدير فني للاتحاد، يعني كان في شغل. ولكن للأسف الوضع السياسي ما ساعد. إلى 2011 هذا إلى 2011 انتكسنا. بس بشكل عام، شوف، خلينا نكون، شوف، في كرة القدم هي أرقام. أنت تجي تقول لي والله اليمن كانت وصلت تصفية كأس العالم 4 مرات، أنت جيت من يوم جيت الاتحاد ما طلعتهاش. طيب، أنت قلت كرة القدم تتطور، لكن أنت لم تطور كرة القدم بشكل عام. أنا ما كنتش حاجة أصلا في كرة القدم. ليش كمان ما تجيش أنت تحملني عبر سنوات ماضية؟ هل أنا كنت رقم في كرة القدم بحيث أنك تيجي تقول أنا دهورت كرة القدم؟ لا، نحن شاركنا الآن أكثر من زمان. زمان كانوا برضو ضمن العصر الذهبي والعصر هذا ينضربوا 14 من 11. ولا تذكروا مباراة إيران، وأنا مش أذكر اسماء اللاعبين الكبار اللي كانوا فيها، ضربنا 11 داخل طهران. فنحن يعني هذا وضعنا، لكن نحن بنشارك بالناشئين، بنحقق بطولات. بس هل نستمر؟ يعني هذا وضعنا. لا ماذا عملتم أنتم يعني كقيادة لهذا الاتحاد؟ احنا حافظنا على اليمن موحد في كرة القدم. ما زلنا في ظل الأزمة هذه ندخل شباب نتأهل، ناشئين نتأهل، نقدم عروض طيبة، نشارك في البطولة الرسمية. احنا انتكسنا هذه المرة في تصفية آسيا، وانا اتحمل الجهاز الفني والمدرب مسؤوليه هذه. تحدث عن 2019. تحدث عن 2019. ولا احنا كان المفروض ندخل في كاس اسيا، منغوليا تهزم اليمن. لا، انت تتحدث عن 2022، يعني التصفيات الاخيره يعني. ايوه، مع 19 تاهلنا، احنا البلجيكي الجزائري. 19 احنا تاهلنا ولعبنا في الامارات. نعم. ايوه، نكلمك على اخر تصفيات الان اللي بيلعبوها العام القادم. كنا اقرب للتاهل. ايوه، اقرب للتاهل. فالمهم يا عزيزي، نحن حافظنا على الموجود. لكن شوف، أنت لا تغضب يا دكتور، بدون لا تزعل، لا تستاء، لا تتضايق. يعني عندما نكون كان بالإمكان أفضل مما كان ونغادر، يعني نخسر أمام منغوليا، نخسر أمام فلسطين بال5، بينما كنا من قبل نفوز على فلسطين. ما زال بنقدر نفوز لولا أخطاء إدارية. أنا ما شوف عشان تفهم حاجة واحدة، الكمال لله، ولا ندعي الكمال، ولا ادعي إنه حميد شيباني ما يخطاش وإنه يتحمل جزء من المسؤولية. لا لا لا، أنا ما أتهرب من هذه الأمور. لكن أنا أكلمك كمحصلة عامة. أنا أشتغل في وضع غير مستقر، في بيئة غير آمنة، في دولة مش موجودة. هي تنمية الرياضة كمان إذا ما في مخصصات من قبل الدولة. بعدين ما تنساش الوعي عندنا متخلف، الوعي الكروي والوعي الرياضي. نحن من الدول القليلة جدا جدا في العالم اللي ما في استثمار. ما في حد يرضى يدفع 100 ريال قيمة تذكرة، ما في إعلانات، ما في يعني رعاة. شركات الاتصالات عندنا تكسب مليارات، ولا شركة اتصالات ترعى نادي ولا ترعى بطولة ولا شيء. ما موجود إلا باليمن. فين الخلل؟ جيبوتي فين الخلل؟ الخلل في المنظومة. هل هناك برامج قدمها الاتحاد، قدمتها الأمانة العامة؟ أنت كنت معنا مع شومي، وكنت تروح للتجار في التسويق والاستثمار، وكنت تشوف يعني كانوا يبخلوا علينا كثير، يعني في الإعلانات مش عارف وش يقدموا، عروض طيبة في النقل التلفزيوني، كله مش بلاش. يعني كفاية إنه كسرنا إحنا حاجز، وقعنا مع شركة معين ب100 مليون ريال في الوقت اللي دائما كنا ندعي التلفزيون فلوس عشان يجوا ينقلوا، وانت عارف. وانا اول من وقف انه كيف نصرف فلوس للتلفزيون مقابل يجي ينقل.
ما فيش يعني ثقافة عقلية. ثقافة ما فيش. ما فيش عندنا اجتماعات تدرب كوادر رياضية، مدارس تخرج كوادر رياضية. أنا رحت كنت حاضر في كل التربية الرياضية، ما كانوش عندهم حتى مادة قوانين وأنظمة رياضية، يعني بس درسوهم كلاسيك دراسة. اليوم كرة القدم نفسها علم قائم بذاته، واحنا ان شاء الله لو استقرت الاوضاع، وانا يعني طبعا ما بقاش في منصبي، لكن طالما انا حي ممكن اساهم مع اتحاد الكرة. طيب يا دكتور، هناك من يقول انك انت من 4-5 سنين وانت تقول انا لن ابقى في منصبي، انا لن ابقى انا في منصبي. خلاص بسيرت الان، بس ما اقدرش، انا ما اقدر يعني انا اشتغل مع راجل يعطيني ثقة اقول له لا، ما اقدرش. انا عندما نحاول نوجد المناسب، الان ان شاء الله نوجد يعني مساعدين ناهلهم في كوادر صغيرة نؤهلها، لكن أنا شخصيا يعني مش لا أشتغل إلا بمنصب أمين عام. أنا ممكن أشتغل كفني موقف، ككادر مستشار، أعمل محاضرات، أهل كوادر يعني بدون مقابل. جميل. دكتور، كيف يتعامل معك الآخر؟ أنا هنا أتحدث عن يعني الغرب بشكل عام، كيف يتعاملون مع الدكتور حميد شيباني؟ والله شوف هذا يعني في مؤسسات احترافية، 1+1=2 في اختصاصات. يعني مثلا أنا درت بطولة كأس الخليج ما تعبتناش زي دوري الدرجة الثانية عندنا، ومشت الأمور، شفت كيف والنظام. كنا نجتمع كل يوم الصباح 1 2 3 1 2 3، كل واحد فاهم، ناقش تقارير الحكام، تقارير المباريات، نعين حكام، نشوف الفار، يعني أمور بسيطة. لكن احنا عندنا العكس نفس الواقع السياسي، الصراع السياسي الموجود، عقليات يعني. بعدين بعضهم يجي يتكلم عليك وما يعرفش من حميد شيباني، ويمكن كان عدو ما خلقش، وانا قدني يمين عام اتحاد الكره ولا يعرف، يقول لك هذا جبتوه دخيل على الكره ما يفهمش الكره. ما هو ما يستينا، كنت قبل سنتين العب له في ضرافي ولا بذا، شفت كيف؟ ما فكرش هذا الرجال له 20 25 سنه جالس يدرس اول مشتغل الى ان وقع دكتور. جميل.